ولكن من كثر الكلام اللي يجيني والتهديد اللي يجيني انا اضطريت اني اطلع لكم بهالشكل. وابن امه يتعرضني، ابن امه يتعرضني. معلش انا سكت كثير كثير. تهديد جاني، سب جاني، كل شيء جاني. الى متى؟ الى متى؟ طبعا التهديد يجيني من اهلي، فانا قاعده حاليا في دبي، ما راح ارجع السعوديه. قال لها في الواتساب شفته وانصدمت صدق، وخصوصا ان الكلام هذا من اهلها ومن امها، هذا شيء جدا جدا قوي، ما في احد يستحمله ابدا. حتى لو البنت كانت غلطانة، حتى لو البنت سوت اللي ما يتسوى، مثل ما الولد يغلط ترى البنت هم بعد تغلط. خلاص عرفت غلطتها، المفروض انكم تكفون معها، مو بالعكس ابد. حقيقة لابد انكم تعرفونها وتاخذون اللي صار لها درس لكم. هي باعت اهلها وباعت عيالها علشان ذكر، والذكر هذا شفتوا كلامه لها وشفتوا القذف اللي كتبه لها. ابدا ما قدر اللي هي سوته والتضحيات اللي هي سوتها، لانه الذكر اذا انت ضحيتي باهلك علشانه تطيحين من عينه، ضحيتي بعيالك عشانه تطيحين من عينه. انت تحسبين انك انت من حبك له سويتي ذا كله، لا ترك تطيحين من عينه. هو عندك انت تختارين اهله وما تختارينه، بتكبرين بعينه كذا وبيحبك وما راح ينساك. لكن لو العكس بيسوي نفس ما سوى هذا، قذفها بسناب. زهور 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 يا حبيبتي، يا حبيبتي مع انت هذا بغير مفعول العلاج، بس يا حبيبتي انت طيبه ان شاء الله. لا ما عليك يا عمري، انت طيبه يا عيوني. انت ما فيك شيء ان شاء الله، انت طيبه يا روحي. خلاص يا عمري خلاص. ايوه انا مو تعبانه، انا مو تعبانه. لا يا عيوني، لا يا قلبي، ما انت أيوة. تعبانه، ما فيك الا العافيه يا حبيبتي. خلاص صار اللي صار يا عمري. ايوه زهور